إذا أراد الله شيئا أن يحدث تتعطل كل قوانين الحياة. نوح عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني السفينة ترى ما بناها في طرف البحر، بناها على رأس جبل. لماذا؟ الله أمره. وإبراهيم الخليل يلقى في النار فلا تحرقه، وإسماعيل تمر السكين على رقبته فلا تقطعه، ويونس يسقط في بطن الحوت فلا يهضم، وأهل الكهف يجلسون 300 سنة لا ينبت ظفر ولا شعر. لماذا؟ إذا أراد الله عز وجل أن ينفذ أمرا ما فإن كل السنن والقوانين تتعطل. هذا لازم يعطيك أنت دافع. إذا جاءتك أي مصيبة على طول تذكر أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، وافعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله له: قد نرى تقلب وجهك في السماء، ارفع يديك وارفع رأسك وخاطب إلهك. الله سبحانه وتعالى في السماء، اطلبه، ادعه، واسأله كل شيء، اسأله أصعب شيء. والله إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا صاحب الهم، يا صاحب السحر، يا صاحب أي كربة من كرب الدنيا، باب الله لا يغلق. والله تعالى قد يبتليك لأنه يحب أن يسمع دعائك، فأكثر وأكثر، واعلم أن الوحيد الذي لا تسقط من عينه إذا سألته هو الله. كل البشر اسألهم أي حاجة تسقط من أعينهم إلا الله، تزداد في عينه جل جلاله، ويحبك ويرعاك ويتولى أمرك. يا رب ارزقنا اليقين.